ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هنعمل وصفه سهله قوي مع بعض، وصفه للبيتزا الشرقي. اول حاجه عندي كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، بحط عليه معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من السكر. هنقلب الكلام ده كويس قوي مع بعض، وبعد كده هنزل عليه بالمية تدريجيا. مقدار المية على كيلو دقيق انا اللي استخدمته كان كوبايتين الا ربع. بنفضل نقلب كويس قوي لحد بس ما الدقيق والمية يتجانسوا مع بعض، وهو القوام بتاعها هيبقى بيلزق كده زي اللبانة بالظبط. هنفضل نعجن شوية لمدة 10 دقايق. اول لما احس ان العجينة خلاص بتلزق معايا، بس مش التلزيق اللي يخلي العجينة تبقى طالعة كلها في ايدي، يعني ايد هتلاقيها بتلزق اللي بتعجني بيها، وايدك التانية لما تحطيها هتلاقي العجينة ما بتلزقش فيها، تبقى تلزيق بسيط قوي. هنطلعها على صينية نكون دهنينها دهنة زيت صغيرة قوي، تلحيسة كده على الصينية او طبق او علبة على حسب انتي حابة تستخدمي ايه. وهقسم البيتزات بتاعتي لكرات صغيرة، وبعد كده هديها دهنة زيت بسيطة على الوش عشان بس ما تشققش معايا او تنشف معايا. وهحط عليها اي فوطة او ستريتش، اي حاجة تقدري تستخدميها، تسيبيها لمدة نص ساعة لحد ما ترتاح شوية. وبعد كده نبدأ نحضر لها الخلطة اللي هتعملها لها في النص، الحشو بتاعها. وبعد كده نبدأ. انا هنا ولا استخدمت نشابة ولا استخدمت اي حاجة، انا اعتمدت بصراحة على العجن اللي انا عجنته، هي كانت واخدة حقها كويس جدا في العجن. بدأت افرد في الصينية، ما تقلقيش لما تلاقي اي فتحات من البيتزا كده زي ما انتي شايفة عادي بتتقفل، وكلهم بيتقفلوا على بعضيهم في الاخر. هفضل احاول ان انا يعني اوزع العجين بتاعتي في الصينية اللي هستخدمها. انا هنا استخدمت ميكس لحوم، كانت عبارة عن سجق وسوسيس، واستخدمت بسطرمة وسلامي، وحطيت طبعا زيتون. تمام. بعد كده بس اللي هنا ما صورتش، بحط كمان طبقة تانية من العجين، يعني بغطي بيها العجين من تحت ومن فوق، بقفلها كويس قوي من الجناب، بحاول ان انا زي الجلاش بالظبط لما بندخلهم من تحت كده العجين. وبعد كده بتجيبي بيضة لو حابة تحطيها، عايزة تحط لها وش البيتزا اللي هو يبقى عبارة عن بيض وموتزاريلا. انا هنا استخدمت بيض وموتزاريلا، ورشيت بس حاجات بسيطة من الفلفل والزيتون. وده كان الشكل النهائي. كانت ممتازة بصراحة وكانت جميلة، ومع العلم دي كانت اول تجربة ليا ان انا اعمل فيها بيتزا شرقي، والحمد لله نجحت. انا هنا دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة، كنت فاتحة المروحة عليها توزع درجة الحرارة. حابة تحطي الجبنة الموتزاريلا على الوش وزي تحضريها زي ما انا عاملة بالظبط وتدخليها. انا بصراحة طلعت معايا كويسة، في ناس ممكن تتحرق معايا، فممكن تطلعيها قرب ما تكون خلاص دخلت في السوا، حطي عليها الجبنة الموتزاريلا. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وفولو وسبسكرايب للقناة، وهستنى رأيكم في التعليقات. سلام.